الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل الصديق للبيئة، وبنقول عليه صديق للبيئة لأنه مش بينتج عن استخراجه أي نوع من أنواع الغازات المضرة زي الكربون أو غيره، وبيتم استخراج الهيدروجين الأخضر عن طريق عملية التحليل الكهربائي للمية. والتيار الكهربائي اللي بيمر في المية لازم يكون مستخرج من مصدر طاقة متجددة زي مثلا طاقة الشمس أو الرياح، وبنقدر من خلال تمرير التيار الكهربائي في المية إننا نفصل ذرات الأكسجين عن ذرات الهيدروجين، وبالتالي بيكون الفائض من عملية الإنتاج هو الأكسجين النقي بمعدل 8 كيلو جرام أكسجين، واللي بتنتج عن عملية استخراج كيلو جرام واحد من الهيدروجين الأخضر. اللبن بيتكون بشكل أساسي من الدهون والبروتينات والمية، ولما بيتعرض لطاقة حرارية زي النار بيبدأ هيكل البروتين الداخلي يتغير ويبقى أصلب من حالته العادية قبل التسخين، وكمان بيبدأ يندمج مع جزيئات الدهون اللي حواليه، ومع بعض بيكونوا مادة هلامية أخف من المية، وطبقة الهلام دي بتبدأ تطلع لفوق بسبب حرارة النار، وبتحبس تحتها بخار المية واللي بيحاول يقاوم علشان يطلع ويتبخر في الهواء، وبالتالي بيحاول يزق طبقة الهلام اللي منعاه دي لفوق. والصراع ما بين الطبقتين ده هو اللي بيخلي اللبن يفور لو ما فصلناش عنه مصدر الحرارة في الوقت المناسب. مرت محاولات التبريد في العصر الحديث بمراحل مختلفة وتجارب بدائية، وأول تجربة تبريد صناعية معروفة كانت عن طريق العالم ويليام كولين سنة 1755، واللي اخترع آلة تبريد صغيرة لكنها ما كانتش عملية وكمان ما استمرتش كتير. وفضلت الفكرة تتطور لحد ما سجل العالم الفرنسي فرديناند كاريه براءة اختراع التلاجة سنة 1860، وبعد كده بقت بتشتغل بغاز الفريون، وعلى مدار السنين اتطورت أكتر وأكتر لحد ما وصلت لشكلها الحالي المتعارف عليه. حزام كايبر هو منطقة من النظام الشمسي موجودة ورا كوكب نبتون، واللي اتكون من مخلفات ميلاد النظام الشمسي، وبيمتد لحوالي 50 وحدة فلكية، والوحدة الفلكية هي المسافة ما بين الأرض والشمس، وده بيدينا انطباع لقد إيه هو مكان سماوي شاسع. وبيعتبر حزام كايبر هو موطن للآلاف من الأجرام الجليدية والصخور والكواكب القزمة زي كوكب بلوتو. عشان يتم إطلاق اسم كوكب على أي جسم في المجموعة الشمسية لازم ينطبق عليه معايير أساسية، منها الحجم والمدار والتركيب. أولاً الحجم، لازم يكون للجسم كتلة كافية إنها تخلي عنده قوة تمكنه من إنه يفضل في مساره المداري حوالين الشمس. ثانياً المدار، لازم يكون للجسم مدار خاص مستقل حوالين الشمس وما يكونش بيتداخل مع مدار أي كوكب تاني. ثالثاً التركيب، لازم يكون تركيب الجسم ده متوافق مع تركيب باقي كواكب المجموعة الشمسية ال8 المتعارف عليهم، واللي بيتكونوا بشكل أساسي من الصخور أو الغاز. ودي الأسباب اللي خلت علماء الفلك سنة 2006 يلغوا بلوتو من قائمة كواكب المجموعة الشمسية، لأنه مش بينطبق عليه معظم المعايير المتفق عليها، وبقى بلوتو كوكب قزم تابع لحزام كايبر.